السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم عصير الفراولة بالليمون. وصفة طبيعية ورائعة. نبدأ في التحضير. عندي كاس تاع العفخاز، كنت غسلتها ونقيتها مليح. شوفوا كاس تاع، وعندي نص كاس سكر، حوالي 4 مغارف سكر كبار. والذوق اختياري، عندي كاس حليب وكاس عصير ليمون. واحد حبات قارص عصرتهم حطيتهم في الكاس، قيس كاس. كي تخصك شويه زيد له شويه الاماكن. في البلاندر تاعي في الاخر ندير الكاس حليب. سامحوا لي ما كنتش نصور. ندير كاس حليب مع 4 مغارف سكر، نص كاس. والعفخاز تاعي نديرها في البلاندر. المكونات كاع نديرهم على ضربه، والقارص هكذا، ونميكسيهم كامل هكذا، ونميكسيهم كامل. ها العصير ريحته جد. ونجيب الكيسان تاوعي نقدمه في الكؤوس، ونزينو حبة فخاز وبرج قارص، ونقدموه. واللي يدخل تاعي اول مرة يابوني بارطاجي يدير لي كومونتير. راني موجدة لكم وصفات بزاف هايلين. صدقوني عصير في غاية الروعة. تقدروا تحطوه في رمضان سهراتكم، ضيافكم، بولادكم. وهكذا نشبح نديكوريه بطرونش سيترون هكذا، حبة فخاز هكذا. هاوليك العصير تاعي جا في غاية الروعة وبنين، ماشي حلو بزاف. وهايليك اللمسة الأخيرة. نتمنى ديروا لايك، تبارطاجيو الفيديو، تابونيو ولا ما كنتوش مابونيو، تضغطوا على زر الجرس. ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.